السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا قناة القراءة أسرار وحكايات. محدش يقدر ينكر إن ثورة 1919 من أهم الثورات في تاريخ مصر، وإن سر حلاوتها وتفوقها وحدة المصريين، رجالة وستات، مسلمين وأقباط، عمال وفلاحين، طلبة وأحزاب. لكن كتير من الناس ما كانش يعرف إن الثورة دي ما كانتش ثورة كده سلمية وبس. شيخ بيخطب في كنيسة وقسيس بيخطب في الأزهر. ذكر سعد باشا زغلول في مذكراته انه لما اتقبض عليه في 8 مارس 1919 ما توقعش ان الناس تبقى قوية بالشكل ده. ازاي الناس قدرت تعمل اضراب في الوظائف، الموظفين عملوا اضراب، وازاي الناس قطعت شريط السكة الحديد، وازاي الناس قدرت تقتل عساكر الاحتلال. شخص واحد حول المقاومة الشعبية المصرية العشوائية لحركة كفاح مسلح قوية. ما تيجي نشوف سيرة هذا البطل وهذا الشخص الجميل المحترم اللي محدش كتير يعرف سيرته. ما تيجي نشوف، يلا بينا. أهلا بيكم. بطلنا اليوم هو عبد الرحمن فهمي. عبد الرحمن فهمي خدم في الجيش المصري وترقى فيه لغاية لما وصل لمنصب ياور وزير الحربية. بعد كده راح للشرطة وتنقل في عدة مديريات كمسؤول عنها. مسك الأمن العام في بني سويف، وبعد كده مدير أمن الجيزة، واتحال على المعاش سنة 1919. كان عمره ساعتها 43 سنة. راح للسودان سنة 1918، وهناك لعب دور كبير، وقدر يأسس تنظيمات سرية لمقاومة الاحتلال، أشهرها كان تنظيم اللواء الأبيض. وخبرات الراجل ده الاجتماعية والأمنية سهلت له إنه يعرف ناس كتير قوي، زي عمال وفلاحين وطلبة. دول هم نواة جهاز ثورة 19 السري اللي هو كان جماعة اليد السوداء اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اتكلمنا عن أبطالها بقى قبل كده، زي أحمد كيرة وعبد القادر الجن ودولة الفهمي. كل دول كانوا الناس اللي أسسها عبد الرحمن فهمي. محدش قدر يعرف عنه حاجة، ودوغ جهاز المخابرات البريطاني لغاية لما في دكتور في التاريخ المشهور دكتور محمد أنيس نشر وثائق ثورة 19 اللي كانت المراسلات السرية بين عبد الرحمن فهمي وسعد باشا زغلول، واللي أثبت فيها إن عبد الرحمن فهمي هو دراع سعد باشا زغلول اليمين داخل مصر، أثناء سعد باشا ما كان في المنفى ورئيس مخابراته أو عميله السري للمواجهة المسلحة. كان دوره إن كل توجيهات سعد باشا للمقاومة تتنفذ عشان تفضل الثورة مستمرة. كان عبد الرحمن فهمي زي ما قلنا عامل جهاز مخابرات بينقل المعلومات لسعد باشا وأعضاء الوفد في منفاهم في مالطا وجزيرة سيشل. كان عبد الرحمن فهمي ذكي جدا. فشل جهاز المخابرات البريطاني انه يتعرف على دوره في إدارة العمليات السرية. حتى وسيلة المراسلة اللي بينه وبين سعد باشا كانت عبقرية جدا. كان بيكتب الجوابات لسعد باشا زغلول بمية بين سطور المجلات العربية والأجنبية اللي كانت بتروح لسعد باشا في منفى. واللي اكتشف الطريقة دي شاب اسمه محمد وجيه. اكتشفه عبد الرحمن فهمي، كان شغال في الخارجية وكانت سمعته سيئة جدا، كان فلاتي وبتاع ستات وخمرجي، لكن الشاب ده كان بيقوم بدور وطني. تخيلوا بقى، خطير، ساعد في ثورة 19
وكمان كان عبد كان سكرتير الهيئة الوفدية، وكان بيدير عمليات التنظيم المالي للثورة. كان بيجمع التبرعات وبيقسمها وبينفق على الأعمال والعمليات العسكرية وعلى الفدائيين وأسرهم حالة إعدام الفدائيين أو القبض عليهم أو قتلهم. ورغم حذر عبد الرحمن فهمي تم القبض عليه في سنة 1920، وتم اتهامه في تكوين جمعية سرية لعمل عمليات عسكرية. كانت المخابرات البريطانية بدأت تتأكد إن عبد الرحمن فهمي هو اللي ورا اللي بيحصل في ثورة 19، لكن ما كانش عندهم دليل. وخصوصا ان عبد الرحمن فهمي قدر ينقل كل وثائق الجهاز السري لمكان مجهول قبل القبض عليه، وتم الحكم عليه بالإعدام، وبعد كده تم التخفيف الحكم للسجن المؤبد. لكن الخلايا اللي كان بيأسسها ومشغلها قدرت تمارس عملها برغم سجنه، ونجحت انها تعمل عدة عمليات وتكبد الاحتلال خسائر فادحة. بعد كده خرج من السجن بعفو عام اصدره سعد باشا زغلول بعد ما نجحت ثورة 19 وقدروا يشكلوا حكومة وتكوين دستور. لكن برغم علاقة عبد الرحمن فهمي بسعد باشا زغلول ودوره في ثورة 19 ان حصل بينهم خلاف وقطيعة كبيرة بسبب مقتل السيرل ستاك قائد الجيش المصري والحاكم عام للسودان. اتهم سعد باشا زغلول اتهم عبد الرحمن فهمي ان هو مسؤولية كاملة عن اغتيال السيرل ستاك اللي ضيعت مكاسب كل ثورة 19، رغم ان عبد الرحمن فهمي انكر معرفته بالحادثة او الاشتراك فيها، وان كان في خلية اسمها خلية عناية هي اللي دبرت الحادثة. لكن سعد باشا ما اقتنعش بالكلام ده. عبد الرحمن فهمي ما استفادش اي حاجة من ثورة 19 اللي كان هو واحد من اسباب استمرارها، برغم ان كتير من اصحابه وزمايله بقوا بشوات وبهوات. حتى ولاد اخوه علي ماهر واحمد ماهر فضلوا يترقوا في الوظائف لغاية لما بقوا رؤساء وزارة وكانوا بشوات. لكن عبد الرحمن فهمي شاف ان اللي عمله ده كان عشان مصر، ما انتظرش حاجة خالص، مش عشان المناصب. فضل ان هو يشارك في العمل الوطني بس بطريقة تانية، طريقة جديدة. شارك في تأسيس النقابات العمالية، وأصدر جرنان بيتحدث باسم العمال. وفضل حريص انه ما يتكلمش عن دوره في ثورة 19 طول حياته، لغاية لما في سنة 1946 بيموت عبد الرحمن فهمي في صمت، وبيمشي في جنازته كتير من الناس، لكن محدش كان يعرف دوره ونجاحاته في ثورة 19 إلا الكتب، زي محمد أنيس لما كتب مراسلاته السرية بينه وبين سعد باشا، وكتاب مذكراته نفسها اللي أصدرتها دار الكتب. وزي ما قلنا إن القراءة يعني حكايات، والحكايات يعني أسرار. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.